عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد هوريكم طريقه تخزين البسله وكمان طريقه طبخها. اول حاجه انا معايا مقدار من البسله ومقدار من الجزر. انا جبت البسله، نضفتها، فصصتها وبعد كده غسلتها وصفيتها في مصفى كده بالشكل دوت. وكمان الجزر غسلته وقشرته وبعدين خرطته كده قطع صغيره مربعات كده. انا دلوقتي محضره ميه مغليه على النار اعمل فيها البسله، هوريكم الطريقه. الميه بتغلي كويس قوي. كمان انا بقى الاضافه اللي عندي انا هضيف لها معلقه سكر، والسكر دوت بيخلي البسله يحافظ على لونها الاخضر، ولازم الميه تبقى مغليه بالشكل دوت. وهبدا اضيف فيها البسله. انا كمان هضيف عليها الجزر عشان انا هعملها بسله بالجزر وهحتفظ بيها. هاخد جزء منها هطبخه النهارده وبعد كده الباقي هشيله في الفريزر، لما احتاجه هطلعه. والطريقه ديت بتبقى طريقه سهله، بتخليكي يعني توفر عليكي وقت ما تكوني عايزه تطبخي بتروحي مطلعه كيس البسله، بتفكيه، وبعد كده بتكوني مجهزه الصلصه بتاعته وتحطي فيها. اهوت شكل البسله اهي. دلوقتي في لما تعمل رغوه كده بشيل الرغوه ديت من على وشها. هي قربت تستوي. انا بستعمل الطريقه دي دايما مع البسله حتى لو مش هخزنها. الاول بروح بسلقها كده بالشكل دوت، عشان في انواع من البسله ما بتستويش بسرعه، ولما بتيجي تحطيها في الصلصه بتاخد فتره طويله في الصلصه. فانت الطريقه ديت بتسهل عليكي ان انت تكوني مجهزه الصلصه اول ما تحطيها فيها بتكون مستويه طبعا، فبتبقى سهله معاكي وبتستوي معاكي بسرعه. هي دخلت في السوا دلوقتي. هي كده خلاص البسله استوت معايا. اول ما امسك واحده البسله كده بالشكل ده وادوس عليها الاقيها كده خلاص هي استوت. انا هطلعها من الميه، بكون مجهزه ميه ساقعه في حله تانية او في حاجه تانية، واروح اطلع البسله من هنا كده واحطها كده، اعمل لها عمليه تبريد سريع عشان اوقف عمليه التسويه بتاعتها. الميه الساقعه ديت كده بتساعد ان عمليه التسويه تقف خلاص عشان ما تبقى تهريش بعد كده. دلوقتي البسله خلاص اهي، انا صفيتها من الميه اهي بالشكل دوت. هاخد جزء منها هطبخه دلوقتي، هوريكم طريقه طبخ البسله، والجزء التاني هشيله في كيس واحطه في الفريزر. لما احب استخدمه هطلعه من الفريزر افكه وبعد كده استخدمه. دلوقتي انا هعمل بسله معاكم. دي المقادير اللي انا هعمل بيها. دي الزبده دي اللي انا عملتها في البيت، عملت فيديو بيها وهو موجود عندي على القناه بتاعتي لو حابين تخشوا تشوفوه. وده بصل برضو انا مجهزاه برضو عامله بيه فيديو هعمل منه برضو الاكل. وهنا دي الطماطم برضو، الطماطم ديت انا عامله بيها فيديو برضو، وديت برضو هعمل بيها البسله. وده توم مهروس بجهزه في البيت عندي. وهنا مكعب مرقه. وهنا البسله انا جبت حله هنا وحطيت فيها معلقه زيت، وهحط فيها دلوقتي قطعه من الزبده. هضيف عليها البصل، هروح ضايفه عليها الثوم واسيبهم يتشوحوا مع بعض شويه. انا هنا ما بحمرش الثوم على الاخر، انا بشوحه بس كده تشويحه، وبحط عليه البسله واسيبه يستوي معاه. كل الحاجات ديت انا مجهزاها في البيت هنا، بتسهل عليا الوقت لما باجي اطبخ بلاقي الدنيا سهله وبسيطه. اول ما الثوم يتشوح كده شويه بروح ضايفه عليه البسله والطماطم. انت بقى لو ما عندكيش الحاجات ديت بتجيبي الاول البصله، بتجيبي بصله وتقطعيها وبعد كده بتروحي محمراها في الزيت والسمنه، وبعد كده بتضيفي عليها معلقه الثوم الكبيره وتروحي مقلباها فيها شويه
وبعدين بتكوني مجهزه كيلو طماطم وضرباه في الخلاط ومصفياه عشان تضيفيه على الاكل وهو بيستوي. كده خلاص اهو بالشكل ده. انا هاخد البسله احطها هنا. البسله انا بحطها على البصل والثوم ما بحمروش جامد، بديله يا دوب تشويحه بسيطه. هو لما بيبقى كده مش متحمر قوي بيدي طعم حلو للبسله في التسويه لما تستوي. بضيف لها بس ملح وفلفل، هي دي التوابل اللي انا بضيفها لها، ومكعب المرقه هشوحه معاها. وبعد كده بقى لو عندك شوربه بتضيفيها عليها، لو ما عندكيش ممكن تضيفي لها ميه وبتستوي بيها يعني عادي. وبعدين هي ما بتاخدش وقت في التسويه. وكمان لو عندك لحمه ممكن تضيفيها عليها، بتدي طعم حلو ليها كمان. طريقه الطماطم دي سهله جدا. انت بتجيبي طماطم وتسلقيها الاول بتغسليها وبعدين تسلقيها، وبعد كده بتبرديها وبعدين بتضربيها في الخلاط وتصفيها وتحطيها في الحله وتسيبيها لحد ما الميه اللي فيها تتبخر وتبقى كده سميكه بالشكل دوت، وتبقى سهله معاكي وجاهزه كمان لان انت تطبخي بيها. دلوقتي انا هضيف على البسله قطع لحمه انا كنت سلقاها، ولازم لما تحطي فيها اللحمه تكون مستويه عشان هي اصلا مش هتاخد وقت في التسويه، عشان هي نفسها كمان مستويه البسله، فما ينفعش تحطي فيها حاجه تكون لسه ما استوتش، يعني ما تكون لسه نيه او نص سوا او كده، لا. وهضيف لها الشوربه بتاعتها اللي هتكمل التسويه بتاعتها معاها. اهي البسله اهي كده بالشكل دوت. لازم تكون الشوربه مغطياها او الميه اللي انت هتطبخي بيها، يعني لو ما عندكيش شوربه اهي بالشكل دوت كده. انا هضيف لها فلفل اسمر، نص معلقه فلفل، وكمان هضيف الملح بقى حسب مذاقك انتي. دلوقتي البسله خلاص استوت معايا. قبل ما اطفي عليها بشويه هضيف لها معلقه سكر، وهي دي اللي بتديها طعم حلو كده. وانا هديت عليها النار وهسيبها بقى شويه كده لحد ما تتشرب كده وتنطر السمنه بتاعتها. هعمل دلوقتي رز باللسان العصفور، وده حاجه جديده. هحط قطعه من الزبده اللي انا عاملاها كده، وحطيت معلقه زيت كبيره ومعلقه زبده اهي، وهضيف حوالي كوبايه لسان عصفور. الاكلات الجديده الحلوه يعني، وده اختلاف عن الشعريه يعني اختلاف طعم. هضيف مع لسان العصفور وانا بحمره هنا كده معلقه ملح، هحمر بيها لسان العصفور. لسان العصفور اهو اتحمر معايا، انا ما بغمقهوش، بخليه كده لونه فاتح. هضيف عليه الرز دلوقتي، وكل كوبايه رز عليها كوبايه ميه عليها معلقه ملح. نفس الكوبايه اللي بتحطي بيها الرز تحطي بيها الميه عشان يطلع مظبوط معاكي. يا اما بتغطيه بتخلي الميه مغطيه الرز كده شويه من فوق الوش شويه كده حوالي سنتي اهو كده. خلاص كده تشوح كله بعضه. واول ما يتشرب بتشوفيه لو كان دخل في السوا بيبقى خلاص. لو احتاج شويه ميه ممكن تزودي له شويه ميه تاني، وتدوقي الملح بتاعه طبعا تظبطي الملح بتاعه، ونظبط الرز كده في الحله ما تخليش حاجه لازقه في الجناب.
وانا هسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب، وبعد كده بهدي النار عليه وبحط تحتيه شياطه عشان تحافظ على قعر الحله من ان هو ما يتلسعش. كده البسله خلاص استوت اهي بالشكل ده. اول ما تطلع السمنه بتاعتها كده وتمسكي البذره بتاعتها تلاقيها بقت طريه، تعرفي ان هي استوت معاكي. وكمان هنا الرز باللسان العصفور خلاص كده كمان استوى. وعايزه اقولك لما تيجي تعملي الرز باللسان العصفور لازم مقدار الكوبايه اللي هتعايري بيها لسان العصفور تحطي ميه عشان لسان العصفور لازم تزودي ميه ليه بعدد الكوبايات بتاعته. وده الشكل النهائي للاكل اهو. ده البسله انا حطيتها في كيس وهحطها في الفريزر. ده البسله المتفرزه كده هنحطها في الفريزر. وهنا دي البسله اللي انا طبختها بالصلصه واللحمه. وهنا كمان ده لسان العصفور بالرز بالشكل ده. وبالهنا والشفا، واتمنى ان هو يعجبكم.